ايه ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنراجع سوا مع بعض على النص الاولاني من المنهج اللي خدناه سوا، وزي ما عودتكم ان احنا زي ما بنذاكر سوا هنحل سوا كمان وهنراجع سوا علشان نقفل المنهج ان شاء الله. النهارده هنحل على الاسئله بالنظام الجديد اللي هي نظام اللي تشوز. فلكل اللي بيمتحن تابلت او اللي بيمتحن ورقي الاتنين هنحل نفس الاسئله، بيجي لهم نفس شكل الاسئله، فهنحلها سوا النهارده ان شاء الله. هنحل على درس بالترتيب، وطبعا مش محتاجه اقول لكم انكم تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي اللي انا بنزلها كل يوم، وبنراجع سوا على الاسئله والدروس كل يوم سوا. فما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس. يلا بقى نبدا نراجع. الدرس هنبتدي بيه هو الدرس التايبس اوف ماتريكس. طبعا ده اول درس خدناه خالص، كان الجبرا. احنا هنبتدي الاول في جزء الالجبرا، تمام؟ فاول درس معانا هو درس التايبس اوف ماتريكس. بيقول لي اول سؤال determine type of matrix، ومديني الماتريكس دي، مديني الماتريكس كده، بيقول لي determine التايب بتاعتها. طيب اول حاجه هي دي رو ماتريكس. رو ماتريكس يعني هي كده بس؟ لا، دي مش رو ماتريكس. طب هي كولوم ماتريكس؟ لا برضو هي مش كولوم ماتريكس. كده ايه؟ عملنا استبعاد لاول اتنين تشوز. طيب هي دي ممكن تبقى سكوير ماتريكس؟ ليه لا؟ طب ما نشوف سوا. طيب ايه هي اصلا كانت السكوير ماتريكس؟ اللي هي عندها 2 رو في 2 كولوم. طب تعالوا نشوف كده. دي ادي 1 2 كده ايه؟ كده 2 كولوم. طيب في كام رو؟ ادي 1 وادي 2، يبقى هي كام؟ 2 باي 2. يبقى دي ايه؟ يبقى دي سكوير ماتريكس. طيب نيجي للسؤال التاني، بيقول لي ايه؟ determine برضو type of matrix دي، ومديني الماتريكس عامله كده وفيها من هنا ارقام. يبقى دي تفتكروا كده دي ايه؟ حتى انا عملت شكلها اهو، يعني ده الشكل بتاعها اهو. يبقى دي اسمها ايه؟ ده اسمه ايه كده لما كنت بعمل كده؟ ده الكولوم ماتريكس. طب لو عملت كده هتبقى ايه؟ هتبقى رو ماتريكس، تمام؟ يبقى انا هختار هنا ايه؟ هختار الكولوم ماتريكس لان دي على شكل الكولوم. هدوس سبميت. نيجي للسؤال اللي بعده، بيقول لي في الماتريكس كذا، مديني ايه اهي which of the following is true. مديني شكل الماتريكس عامل كده 5 5 0، تمام؟ مديني ماتريكس ايه عامله كده، بيقول لي which of the following is true، تمام؟ ماتريكس A is row matrix؟ ليه لا؟ طب ما هي ده ايه؟ كنت مسمياه ايه؟ رو، يبقى دي رو ماتريكس. طيب هي يونت ماتريكس؟ لا. طب هي diagonal ماتريكس؟ لا برضو. طب هي كولوم؟ لا. طب هي سكوير؟ لا. يبقى هي ايه؟ رو. طالما انا اصلا شفت ان هي في الاول رو ماتريكس، اكمل برضو قرايه الاسئله. ممكن قايل لي مثلا حاجه تانية، ممكن قايل لي رو اند كذا، رو اند حاجه تانية مثلا، اند نوت يونت مثلا، فاكمل بس قرايه الاسئله. انما انا اجابتي الاولانيه اللي انا قريتها صح، بس لازم اكمل قرايه بقيه الايه اللي تشوز. نيجي للسؤال الثالث، بيقول لي ايه؟ بيقول لي if the matrix، ومديني الماتريكس عامله كده 1 0 0 1. دي الماتريكس بتاعتي. بيقول لي ايه بقى؟ which of the following برضو is true. الماتريكس A is identity matrix. هي identity matrix ان هي فيها 0 and 1، تمام؟ احنا قلنا الايدنتيتي ماتريكس هي اللي بيبقى فيها 0 1، تمام. ولا هي رو ماتريكس؟ لا هي مش رو ماتريكس. طب هي زيرو ماتريكس؟ لا هي برضو مش زيرو ماتريكس. طب هي كولوم ماتريكس؟ لا هي مش كولوم ماتريكس. يبقى هي ايه؟ ايدنتيتي ماتريكس. ماشي. مديني برضو دي وبيقول لي determine التايب بتاعها، مديني ان هي كلها زيروز، يبقى دي ايه؟ مش محتاجه اصلا تفكير، دي زيرو ماتريكس. وادوس سبميت. نيجي للي بعد كده، بيقول لي ايه؟ مديني ماتريكس ايه عامله كده 1 0 0 0 8 0 0 0 نيجاتيف 3. ماشي. مديني دي الماتريكس بتاعتي وبيقول لي ايه؟ which of the following is true. الماتريكس ايه is column matrix؟ هل هي column بس؟ لا. طب هي زيرو ماتريكس؟ لا. طب هي رو ماتريكس؟ لا برضو. طب هي identity matrix؟ لا. طب هي diagonal matrix؟ طب ما تيجوا نشوف هي diagonal ولا لا. بصوا كده معايا، دي ايه؟ دي عامله شكل triangle كده زيروز، تمام؟ وهنا برضو نفس الحكايه، عامله شكل triangle ايه؟ زيروز بس، تمام؟ الدياجونال بتاع الماتريكس بس هو اللي ارقام، الباقي كله زيرو. انما ايه؟ الدياجونال بس هو اللي ارقام. يعني هي شكلها كده، شكل الماتريكس دي بيبقى عامل كده، تمام؟ بيبقى برضو من هنا كده التو ترينجلز دول بتبقى فيهم زيروهات، تمام؟ والدياجونال ده بس هو اللي بيبقى فيه ارقام. في هنا 3 ارقام على شكل ايه؟ دياجونال كده. يبقى دي ايه؟ هختار ايه؟ هختار الدياجونال ماتريكس وادوس سبميت.
طيب نشوف اللي بعده. مديني برضو الماتريكس كده نيجاتيف 1 0 0 6 8 0 6 5 3. مديني دي الماتريكس بتاعتي اللي هي ماتريكس A، وبيقول لي which of the following is true. الماتريكس A دي is upper triangular matrix. هل هي upper triangular matrix ولا هي lower triangular matrix ولا هي identity matrix؟ لا، تمام، هي مش identity. طب هي zero matrix؟ لا برضو هي مش زيرو، ما عنديش كله زيروهات يبقى مش زيرو. طب هي diagonal matrix؟ برضو لا، هي مش diagonal matrix، في ارقام هنا كمان مش في الدياجونال بس. تمام. طيب يبقى ممكن يبقى ايه؟ يا lower triangular matrix يا upper triangular matrix. طيب انا اتفقت لما يبقى عندي كده triangle على شكل ايه؟ zeros اهو فوق، يبقى اللي قصاده ما فيهوش اهو ايه؟ zeros. triangle ما فيهوش ايه؟ zeros خالص، ده اللي قصاده. يبقى الماتريكس دي upper triangular ولا lower triangular؟ lower triangular، وادوس submit. ليه انا اخترت في السؤال اللي فات lower triangular matrix؟ ليه؟ لان عكس الزيروز، لما تبقى الزيروز فوق يبقى هي ايه؟ lower triangular، لان الارقام تحت، يبقى دي ايه؟ lower triangular matrix. تمام. انما لو الزيروز هما اللي تحت والارقام بتاعتي هي اللي فوق هنا هتبقى ايه؟ upper triangular، انما دي lower. تمام، اتفقنا. يلا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي determine type of matrix، ومديني الماتريكس دي. الماتريكس دي عامله كده اهي 57 0 0 0 0 برضو نيجاتيف 72 0 0 0، ودي الماتريكس بتاعتي. تمام. بيقول لي ايه؟ بيقول لي determine type بتاعها. عايز التايب بتاع الماتريكس دي. طيب هنا ايه؟ ده ايه؟ الترينجل بتاعي فيه زيروز. طيب وفوق الترينجل برضو بتاعي فيه زيروز، يبقى دي ايه؟ والدياجونال بس هو اللي فيه ارقام. تمام، يبقى دي ايه؟ يبقى دي دياجونال ماتريكس، وادوس سبميت. ندخل بقى على الدرس التاني بتاعي. الدرس التاني في الالجبرا كان اللي هو الترانسبوز اوف ماتريكس. تمام. ايه هي الترانسبوز؟ اللي هي لما كان بيبقى عندي ماتريكس A ويقول لي عايز الايه ترانسبوز، اللي هي كانت بتبقى دي شكلها. تمام. طيب دي كنت بجيبها ازاي بقى؟ تعالوا بقى نشوف سوا الاسئله بتاعتها. بيقول لي if matrix X is a matrix of order 4 by 1، الاوردر بتاعها 4 by 1، then what is the order of matrix X bar T؟ X bar T اللي هي X transpose. تمام. طيب الماتريكس احنا قلنا لما يبقى عندي الماتريكس كده، تمام، الاوردر بتاعها 4 by 1 وانا عايزه اجيب الترانسبوز بتاعها، كنت بعمل ايه؟ كنت ببدلهم، يبقى 1 by 4 هخليها ايه؟ بدل 4 by 1 هتبقى 1 by 4 عشان اجيب الترانسبوز بتاعها. تمام. يعني دي الماتريكس الاصليه بتاعتي، ودي الماتريكس الايه؟ الترانسبوز. تمام. يبقى ايه؟ يبقى انا عندي ال 4 by 1 دي ماتريكس ايه؟ اكس. طيب انا عايزه اجيب ايه؟ الاكس ترانسبوز. تمام. هعمل ايه؟ هخلي ال1 هنا وال4 ايه؟ هي التانية. تمام. يبقى انا هختار ايه؟ بدل 4 by 1 هختار 1 by 4 وادوس سبميت. طيب تعالوا بقى نشوف السؤال ده بيقول لي ايه. بيقول لي which of the following matrices is symmetric. تمام. طيب انا محتاجه اعرف ايه في السؤال ده؟ محتاجه اكون عارفه ايه هي البروبرتيز بتاعه السيمتريك ماتريكس. ماشي. السيمتريك ماتريكس دي هي كانت ماتريكس عاديه جدا، بس شرط وحيد ان لازم الارقام اللي هنا في الترينجل ده تبقى هي ايكوال الارقام اللي في الترينجل ده. ماليش دعوه بالدياجونال. تمام. كان بيبقى فيه في النص كده دياجونال، انا ماليش دعوه بيه، انا ببص على الارقام اللي هي ايه؟ في الفيرتكس هنا والفيرتكس هنا والفيرتكس هنا، وهي تبقى هنا اللي هنا واللي هنا. تمام. يعني كل واحد يبقى قصاده التاني بيساويه. تمام. زي ايه؟ تعالوا نشوف. عندنا اول ايه؟ اول ماتريكس هو مديها لي. مديني اول ماتريكس بيقول لي ايه؟ نيجاتيف 4 نيجاتيف 4 2 نيجاتيف 2 3 8 نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 8. تمام. دي اول ماتريكس هو مديها لي. بيقول لي ايه؟ بيقول لي عايز يشوف هي سيمتريك ولا لا. طيب تعالوا كده نعلم على نفس الترينجلز اللي احنا كنا معلمين عليها اهي اهو. ده كده اول ترينجل، تاني ترينجل اهو، ده تاني ترينجل. طيب انا محتاجه ايه؟ محتاجه دي تبقى ايكوال دي. هل دي ايكوال دي؟ طيب دي ايكوال دي؟ لا طبعا دي مش ايكوال دي. طب دي ايكوال دي؟ بس دي ايه؟ عندي واحده مش ايكوال، اللي هي دي نوت ايكوال دي. ال8 نوت ايكوال ال2، فدي اول واحده عندي هكنسل عليها. طيب نشوف اللي بعدها. اللي بعدها اللي هي ايه؟ بيقول لي اللي بعدها نيجاتيف 2 4 نيجاتيف 3 4 نيجاتيف 8
نيجاتيف 8 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 9. تمام. عايز يشوف دي سيمتريك ولا نوت سيمتريك. طيب هعلم على نفس ايه، نفس الترينجل اهو، ونفس الترينجل هنا اهو. تمام. انا عندي هنا 4، هي قصادها 4، قصادها الفور اهي، يبقى دي ايكوال دي. طيب النيجاتيف 3 هنا قصادها المفروض هنا نيجاتيف 3، يبقى هي قصادها نيجاتيف 3، لا قصادها نيجاتيف 8، يبقى دي ما تنفعش تبقى سيمتريك، ولا اللي فوقيها كانت تنفع تبقى سيمتريك. طيب نكمل. طيب نشوف الماتريكس اللي بعدها. الماتريكس اللي بعدها بيقول لي ان هي نيجاتيف 3 ونيجاتيف 5 ونيجاتيف 1. تمام. و5 8 6 7 نيجاتيف 6 نيجاتيف 7. تمام. انا هعمل ايه، هعلم برضو على الترينجل بتاعي اهو، والترينجل التاني اهو. تمام. طيب المفروض عندي هنا ايه، كل واحده من هنا تبقى ايكوال ايه اللي قصادها، دي المفروض تبقى ايكوال دي، ودي المفروض تبقى ايكوال دي. تمام. وايه، ودي المفروض تبقى ايكوال ايه دي. طيب ولا واحده من هنا اصلا ايكوال التانية، يبقى دي ايه، هكنسل عليها خالص، دي ما تنفعنيش، مش دي الماتريكس السيمتريك. طيب اشوف الماتريكس اللي بعدها. الماتريكس اللي بعدها مديها لي بيقول لي ايه، نيجاتيف 2 3 5. تمام. نيجاتيف 3 نيجاتيف 7 نيجاتيف 4 نيجاتيف 3 3 5. هعلم على التو ترينجلز عندي عشان اعرف هي سيمتريك ولا لا. ادي اول ترينجل وادي تاني ترينجل. مديني الاولاني اهو، المفروض كل واحده هتبقى قصاد التانية، المفروض دي هتبقى ايكوال ايه دي. طيب وال3 المفروض تبقى ايكوال دي، والنيجاتيف 3 هنا المفروض ان هي هتبقى برضو ايكوال النيجاتيف 3 اللي هنا. طيب كل واحده قصادها واحده، هل ال3 ايكوال ال3؟ طب ال5 ايكوال ال5؟ طبعا. طب النيجاتيف 3 ايكوال نيجاتيف 3؟ يبقى هي دي ايه، يبقى هي دي السيمتريك ماتريكس بتاعتي. تمام. طلعت عندي الاخيره. نشوف بقى دي اللي بعدها. مديني ماتريكس A وماتريكس B، وبيقول لي find the result of A minus B transpose if possible. تمام. طيب هل انا اعرف اجيبها ولا هي it is not possible اصلا ان انا اعملهم ماينس، يعني ممكن ما اعملهمش اصلا ماينس. طب ليه، ما ممكن نشوف. هو مديني ماتريكس A عايزها زي ما هي ماينس البي ترانسبوز، يبقى انا محتاجه اجيب لي البي دي ايه الترانسبوز بتاعتها. طيب الماتريكس بي اصلا الاصليه كانت كده 7 3 1 نيجاتيف 5 نيجاتيف 5 نيجاتيف 4. تمام. دي الماتريكس بي، انا عايزه اجيب ايه، بي ترانسبوز. تمام. هعمل ايه، اللي تحت بعض هخليهم جنب بعض، يبقى دي هخليها ايه جنب بعض 7 3 1، ودول تحت بعض كده هخليهم جنب بعض نيجاتيف 5 نيجاتيف 5 نيجاتيف 4. تمام. دي هتبقى الماتريكس ايه، بي ترانسبوز اللي هو عايزها. طيب محتاجه انا اعمل ايه بعد كده، اعمل بقى ايه ماينس بي ترانسبوز اللي هو اصلا عايزني اجيبها، اللي هي ايه، هو عايزني اجيب الاي ماينس بي ترانسبوز. تمام. تمام. تعالوا بقى ايه نكتب ماتريكس ايه اللي هي نيجاتيف 7 5 7 5 نيجاتيف 9 8. دي ماتريكس A ماينس البي ترانسبوز اللي هي عندي دي، يبقى هعمل دي وهكتب دي ماينس كده 7 3 1 نيجاتيف 5 نيجاتيف 5 نيجاتيف 4. تمام. يبقى انا عايزه اعمل دي ماينس دي، هعملها ازاي، هجيب بقى الماتريكس الجديده بتاعتي. طيب الماتريكس الجديده بتاعتي هجيبها ازاي، هعمل نيجاتيف 7 ماينس 7 هتديني ايه، هتديني نيجاتيف 14. اول حاجه لازم احددها الماتريكس دي كام في كام، اول ماتريكس عندي كام الاوردر بتاعها ايه، ادي 2 رو اهو في ايه 1 2 3 في 3 كولوم، يبقى هي الاوردر بتاعها 2 باي 3. تمام. 2 باي 3. طيب والماتريكس التانية برضو زيها شبهها بالملي اهي، اللي هي ماتريكس البي ترانسبوز، دي الماتريكس A، يبقى ماتريكس B ترانسبوز A 2 باي 3 برضو الاوردر بتاعها 2 باي 3. يبقى انا الريزلتد ماتريكس عندي الريزلت بتاع الماتريكس اللي انا هجيبه هتبقى الاوردر بتاعها كام في كام، هتبقى برضو الاوردر بتاعها 2 باي 3. اني ماتريكس فيهم الاوردر بتاعها 2 باي 3، اكيد نمبر E، اكيد لتر E هي الاوردر بتاعها 2 باي 3. تمام. يبقى من غير ما احل كمان الباقي E هي الايه، هي الكوريكت انسر بتاعي، وادوس سبميت بقلب جامد. نشوف بقى السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه، مديني ماتريكس وبيقول لي فايند الاي ترانسبوز. ماتريكس ايه مديها لي 2 نيجاتيف 2 تمام 6 نيجاتيف 6. دي الماتريكس بتاعتي 1
8 4. طيب هي الاوردر بتاع الماتريكس دي ايه؟ 2 باي 3. تمام، يبقى انا محتاجه الماتريكس بتاعتي الجديده هتبقى الاوردر بتاعها كام في كام؟ دي الماتريكس 2 باي 3. المفروض الاوردر بتاع الماتريكس الجديده يبقى 3 باي 2. تمام، هيبقى ايه؟ 3 باي 2. طيب الماتريكس الجديده احنا اتفقنا عشان نجيب ال A ترانسبوز هعمل ايه؟ اهي هعمل ايه بقى؟ كل حاجه جنب بعض هخليها ايه؟ تحت بعض. يعني النيجاتيف 2 هتبقى تحتها ال 6 هتبقى تحتها ايه؟ النيجاتيف 6. طيب 1 8 4 جنب بعض هخليهم ايه؟ 1 8 4. الماتريكس دي بقى الاوردر بتاعها ايه عشان اعرف حلي صح ولا غلط؟ ادي 1 2 3. ادي 3. طيب وكم كولوم؟ 1 2. يبقى 3 باي 2. انا صح، انا ماشيه ايه؟ صح. يبقى الماتريكس بتاعتي 3 باي 2. هختار بقى اني اختيار؟ النيجاتيف 2 1 6 8 نيجاتيف 6 4 اللي هو اختيار ليتر بي وادوس سبميت. طيب نشوف بقى السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه. بيقول لي find the value of x which makes الماتريكس A is symmetric. ماشي، هو اصلا قايل لي ان الماتريكس A دي symmetric. طيب انا هكتب كده الماتريكس بتاعتي ونشوف هنعمل ايه. نيجاتيف 1 5x minus 3. تمام، ونيجاتيف 8 ونيجاتيف 43. تمام. طيب هو قايل لي ان الماتريكس دي سيمتريك ماتريكس. سيمتريك ماتريكس يعني ايه؟ يعني دي المفروض ايكوال دي. تمام، انا قلت ماليش دعوه بالدياجونال، طول ما انا مش في الدياجونال انا كده ماشيه صح. تمام، اللي هم دول ايكوال بعض. طيب بما انه قال لي ان الماتريكس دي سيمتريك يبقى ال 5x minus 3 ايكوال كام؟ نيجاتيف 43. تمام، يبقى ال 5x ايكوال كام؟ نيجاتيف 43. هوديلها النيجاتيف 3 بكام؟ بالبوزيتيف 3. هوديها بالبوزيتيف عشان هي راحت الناحيه التانية. يبقى 5x ايكوالز كام؟ ايكوال نيجاتيف 40. تمام. طيب يبقى الاكس ايكوالز كام؟ نيجاتيف 40 ديفايدد 5 هتديني كام؟ هتديني نيجاتيف 8. تمام. تمام، يبقى الاكس ايكوالز نيجاتيف 8. هكتب نيجاتيف 8 وادوس ايه؟ سبميت. مديني الماتريكس A وبيقول لي find ال A ترانسبوز ترانسبوز. طيب انا كنت قايله نوت مهمه قوي وانا بشرح الدرس ده. كنت قلت ان ال A ترانسبوز لما بحط عليها ترانسبوز تاني برجعها هي ال A، برجعها ال A الاصليه. تمام، يعني A ترانسبوز ترانسبوز هتديني هي الماتريكس الاصليه. تمام. تمام، يبقى انا اختياري هنا في التشوز ده هختار A، هختار هي نفس الماتريكس تاني اللي هي letter A وادوس سبميت. طيب نشوف بقى السؤال الجديد ده بيقول لي ايه. مديني ماتريكس y وماتريكس x وبيقول لي does ال y minus x all transpose equal y transpose minus x transpose. هل دي equal دي ولا لأ؟ طيب انا هعمل ايه؟ مش انا لما كان بيبقى عندي البراكت ده كده وفوقيه باور كنت ممكن ادخل الباور على الاتنين، يعني اخلي الباور دي متقسمة على الاتنين واشيل البراكت عندي، صح؟ طيب انا هعمل كده دلوقتي. ادي هخليها ايه؟ واي ترانسبوز. الواي مره هتاخد الترانسبوز ماينس الاكس مره كمان هتاخد ايه؟ الباور بتاع الترانسبوز. هل دي هي ايكوال دي؟ يبقى عندي ايه؟ الاجابه هتبقى يس. سبميت. طيب نشوف بقى السؤال ده بيقول لي ايه. مديني ماتريكس A وماتريكس B بيقول لي ان هي ايكوال A ترانسبوز. يعني انا كده عندي ماتريكس A بيقول لي اهي ان ماتريكس A دي مديها لي نيجاتيف 2 10 7 0 9 1. دي ماتريكس A بتاعتي. تمام، ومديني ان ماتريكس B ايكوال ال A ترانسبوز. يبقى انا هحتاج اجيب ايه؟ هحتاج اجيب ال A ترانسبوز. قلنا ال A ترانسبوز اي حاجه جنب بعض هخليهم ايه؟ تحت بعض. يبقى كده نيجاتيف 2 10 7. تمام، 1 9 0 هخليهم تحت بعض 1 9 0. يبقى دي ماتريكس عندي، دي ماتريكس ايه؟ B اللي هي كانت ال A ترانسبوز اللي هو عايزني اجيبها. طيب ايه كمان؟ عايز بقى هو ال A 1 2 وال B 1 1. طيب ال A 1 2 1 2 دي يعني ايه؟ يعني بشوف اول رو، ادي اول رو عندي في تاني كولوم اللي هو ده، وباخد الانترسكشن فيهم اللي هو ال 10. تمام، يبقى A 1 2 equal A 10. طيب و B 1 1. طيب B 1 اللي هو ايه؟ اول رو، ادي اول رو في ايه؟ في اول كولوم لان هو 1 1. طيب فين الانترسكشن؟ فين الحاجه اللي عدت عليها الرو؟ علامه الرو وعلامه الكولوم عدت عليها علامتين اهي، النيجاتيف 2.
يبقى ال B11 equal كام؟ نيجاتيف 2. تاني انا كان عندي الماتريكس A اهي، نيجاتيف 2 10 7 0 9 1. تمام، وبيقول لي عايز ال A 1 2. 1 يبقى اول رو اهو. طيب 2 تاني كولوم اهو. ايه بقى الحاجة اللي عدت عليها علامة الرو اللي هي العلامة دي، وعلامة الكولوم اللي هي العلامة بتاعت الطويلة؟ ادي ال 10. يبقى ال 10 هي ال A12 وال B11 هي النيجاتيف 2. اول رو في اول ايه كولوم اللي هي كانت كام؟ اللي هي النيجاتيف 2. يبقى 10 نيجاتيف 2. الاجابة بتاعتي هتبقى letter D. وادوس سبميت. نشوف بقى السؤال ده بيقول لي ايه. مديني ماتريكس B وبيقول لي is skew symmetric, find the value of x y z. طيب ايه هي البروبرتيز بتاعت السكيو ماتريكس؟ السكيو ماتريكس كان بتبقى عندي ماتريكس عاديه جدا بس فيها حاجه. ايه اللي فيها بقى؟ كان بيبقى عندي التو ترينجلز دول الارقام اللي فيهم هي ايكوال بعض، يعني لازم تساوي بعض، بس ايه؟ بس different in sign. يعني ايه؟ يعني لو الارقام دي كلها نيجاتيف يبقى الارقام دي هتبقى كلها ايه؟ بوزيتيف. تمام، عكس بعض، يعني الرقم لو نيجاتيف قصاده يبقى رقم بوزيتيف. تمام. طيب هو بقى بيقول لي ان دول سكيو سيمتريك. طيب هعمل ايه هنا بقى؟ هكتب الماتريكس بتاعتي اللي هو مديها لي. طيب انا دلوقتي كتبت الماتريكس بتاعتي اللي هو مديها لي. طيب هو اصلا قايل لي ان دي ماتريكس سكيو سيمتريك. عايز ايه هو؟ عايز الاكس وعايز الواي وعايز ايه؟ الزد. طيب انا المفروض عندي ان الارقام دي، تمام، اللي في الترينجل ده كده والارقام اللي في الترينجل ده كده، المفروض ان كل واحده فيهم يعني النيجاتيف 12 دي المفروض تبقى ايكوال ايه؟ ايكوالز 3 زد. طيب وايه كمان؟ والنيجاتيف 63 المفروض تبقى ايكوال ايه؟ نيجاتيف 3 واي بلس 6 اكس. تمام. طيب وايه كمان؟ والزد بلس 14 المفروض تبقى ايكوال ايه؟ النيجاتيف 2 اكس. تمام، بس في اختلاف الساين. فاهمين؟ يعني اختلافات الساين بس. طب تعالوا نشوف انا قصدي ايه. طيب هبدأ بقى ايه؟ اجيب اسهل حاجة عندي، مش محتاجة طبعا، اللي هي 3z equal negative 12. تمام. طيب انا عايزة اجيب ايه؟ الزد. يبقى الزد equal negative 12 over ايه؟ 3 هتديني كام؟ هتديني negative 4. تمام، بس انا طبعا عايزاها بنيجاتيف، يعني الساين مختلفة، يبقى هتديني كام؟ هتديني 4 مش نيجاتيف 4، لان انا عايزة اختلاف الساين. انا قلت ان في السكيو سيمتريك بتبقى ايه؟ بيبقى الاختلاف في الساين. يبقى الزد ايكوالز كام؟ الزد ايكوالز 4. ادي اول حاجه جبتها. انا خلصت ايه؟ جبت الزد ايكوالز 4. طيب اجيب بعدها ايه تاني اسهل حاجه؟ ايه تاني اسهل حاجه؟ اللي هي فيها الزد بلس 14 ايكوال نيجاتيف 2 اكس، لان انا عندي الزد. يبقى الزد بلس 14 ايكوالز كام؟ نيجاتيف 2 اكس. تمام. طيب الزد انا عندي بكام؟ ب 4. طيب بلس ال 14، 4 بلس 14 هتديني كام؟ هتديني 18. طيب equal نيجاتيف 2x. نيجاتيف 2x طبعا هتنزل زي ما هي. طيب ال 4 بلس ال 14 هتديني كام؟ 18 equal نيجاتيف 2x. يبقى الاكس عندي بكام؟ 18 over نيجاتيف 2 هتديني نيجاتيف 9. تمام، بس طبعا انا قلت باختلاف الساين يبقى الاكس equals 9 بس. ليه؟ لان انا عندي السكيو ماتريكس بشيل بدل البوزيتيف بخليها نيجاتيف. تمام. طيب كده فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا نجيب الواي. طيب الواي هنجيبها ازاي؟ عن طريق اللي هي ايه؟ اللي هي النيجاتيف 3 واي بلس 6 اكس ايكوالز كام؟ 63. ليه 63 بس مش نيجاتيف 63؟ لان احنا اتفقنا ان في السكيو ماتريكس بحول من نيجاتيف بشيلها ايه؟ اخليها بوزيتيف. يبقى نيجاتيف 3 واي بلس 6 اكس ايكوالز كام؟ ايكوالز 63. ليه قلت؟ لان في السكيو ماتريكس بعمل ايه؟ بشيل الساين، بغير الساين. في السكيو ماتريكس انا بغير الساين، بدل ما هي بوزيتيف بخليها ايه؟ نيجاتيف. طيب انا هنا عندي ايه؟ عندي نيجاتيف 3 واي وعندي هنا الاكس انا عارفاها. تمام، يبقى هشيلها واحط مكانها ايه؟ 9. يبقى نيجاتيف 3 واي بلس 6 في 9 ايكوالز كام؟ 63. طيب 6 تايمز 9 بكام؟ ب 54 ايكوالز 63. نيجاتيف 3 واي هنزلها زي ما هي. تمام. طيب يبقى النيجاتيف 3 واي طبعا هودي ال 54 الناحية التانية بايه؟ بالنيجاتيف. تمام. طيب يبقى كده نيجاتيف 3 واي equals 63 minus كام؟ minus 54 هتديني كام؟
هتديني 9 تمام، ونيجاتيف 3y طبعا هنزلها زي ما هي. طيب يبقى انا كده عندي الواي ايكوالز كام؟ 9 اوفر نيجاتيف 3 هتديني كام؟ نيجاتيف 3. يبقى الواي طلعت لي بكام؟ بنيجاتيف 3. طيب هو عايز مني ايه؟ عايز الاكس بلس الواي بلس الزد. تمام. طيب الاكس طلعت لي بكام؟ الاكس طلعت لي ب9 تمام، يبقى هكتب مكان الاكس 9. والواي طلعت لي بكام؟ بنيجاتيف 3. طيب هكتب مكان الواي نيجاتيف 3. والزد طلعت لي بكام؟ والزد طلعت لي ب4 اهي، ب4. طيب يبقى هشيل الزد واحط مكانها ايه؟ 4. يبقى كده الريزلت بتاعتي كام؟ يبقى 9 minus 3 plus 4 equals كام؟ 10. يبقى ده الفاينل ريزلت بتاعي. يبقى هانسرت هنا نمبر 10 وادوس ايه؟ submit. وطبعا مش محتاجه اقول لكم انكم تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي اللي انا بنزلها كل يوم، وبنراجع سوا على الاسئله والدروس كل يوم سوا. فما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس.